أنا سميتي آسيا، وجيت اليوم باش نعاود لكم قصتي مع صاحب بابا اللي غادي تعجبكم بزاف وكنتمنى تعجبكم. المهم هاد صاحب بابا ما كانت بيني وبينه حتى شي معرفة، وما عمرني شفتو من قبل، كنسمعو غير فاش كيدوي مع بابا في التليفون، واللي عارفة هو انه سميتو حمزة. المهم القصة بدات من واحد النهار كنت انا وبابا كنتفرجو. ماما كانت عند صاحبتها حيت ولدات، واختي الصغيرة مشات المدرسة. صونا تليفون بابا كان قريب ليا، هزيتو شفتو قلت ليه بابا كيصوني ليك شي حد سميتو حمزة. قال لي هذاك صاحبي راه بغى يجي عندنا، يمكن جا ولقى باب العمارة مسدود، سيري حلي ليه الباب. المهم قلت ليه راه ما كنعرفوش كيفاش نحل ليه. قال لي غير سيري حلي ليه الباب، راه بحال صاحبي، راه بحال خويا، زعما صاحبي بحال خويا. لبست صندالة في رجلي ونزلت بحوايج الدار عادي. وصلت للباب، حليت، كيبان ليا واحد كيتسنى، ناري على وقفه، القلده كي دايره واللبسه قرطاس طوله وتجريده بمعنى الكلمه، لا علاقه ليه ببابا. بقينا واقفين شحال، درت راسي ما كنعرفوش. قلت ليه واش انت خويا حمزه؟ شاف فيا وبدا كيطلع ويهبط فيا وابتسم واحد الابتسامه جانبيه. قال لي اه. قلت ليه ودخل صيفطني بابا نحل عليك الباب. قال لي انتي بنت السي رشيد؟ قلت ليه ايه انا. كنا طالعين وانا ندور في الدروج، بغيت نشوف ياك ما تلف ولا وقف ولا شي حاجه. لقيت السيد ساهي في واحد الطرف عندي اللور، وانا نقول ليه ياك ما عييتي، راه حنا ساكنين الفوق. وهو يفيق من القلبه، قال لي لا عادي. وهو يقول لي واش انتي الكبيره عند باباك؟ قلت ليه علاش كتسول؟ ايه انا الكبيره. قال لي لا والو غير سولت. المهم وصلنا الباب ديال الدار، حليت ليه، دخل، مشى تسلم مع بابا، بدا كيضحك هو وياه شويه. قال لي بابا صايبين لينا شي كاس ديال اتاي يكون مشحر هو هذاك. ايه واش غادي نقول لكم، كانت هذه هي الفرصه فين نبين ليه شويه ديال الحداقه ديالي، وانا كنصايب في دكاتي وكنفكر كيفاش غنثير الاعجاب ديالو، حيت حمقني. المهم بدلت عليا دوك الحوايج اللي كنت لابسه، ولبست شي تويشيات مزيرين شويه، جمعت شعري، درت ليه مشيطه زوينه، وانا نهز الصينيه دخلت للصالون. لقيته هو في الدار اللي على اليسار، وبابا في الدار اللي على اليمين، وانا نحط الصينيه جهه اليسار، وبابا كان ملاهي مع الاخبار. المهم بابا من داك النوع اللي كيجلس وكيقابل التلفازه بزاف كيف ديما. المهم هذيك هي حالته، بزاز اللي كانوا مدلين قدام حمزه، وانا نشوف فيه فاش كنت كنحط الصينيه وهو يضربها ليا بواحد لالتي الغمزه ما نعاودش لكم، كنت غنطيح حداه وانا نعاود ليه بلوج غمزات. رجعت للكوزينه دايبه صافي مرفوعه، وانا هو يبان لي الطبسيل بالحلوى، تفكرت مازال ما ديتو، فرحت حيت مازال عندي الفرصه نشوفه مره اخرى. دخلت مع الباب وبان لي حمزه مزير، مهم باينه فيه سخن، وجهه احمر. هبطت عيني لتحت، شفت داكشي اللي عمري شفتو، كيبان لي داكشي قداش. المهم راكم فاهمين، وانا نعت ليه جهه المخده باش يديرها على حجرو. صافي هو مصيبه كحله ما بغاش يفهم. صافي اضطريت انني نجلس واحد 10 ثواني نوري لحمزه اش غيدير باش ما يعيقش بيه بابا، ونصدقوا فشي كان وشي ما كان. هزيت واحد المخده صغيره درتها فوق حجري، وكنشوف فيه وكنعت ليه، زعما كنقول ليه يدير بحال هكا باش يدير بحالي وما يحصلش. وهو يقول لي براسو لا وشير لي بصبعو. قال لي انتي خاصك تجي تجلسي هنا ماشي مخده. المهم هذا الشيء اللي فهمت. صافي انا دبت بحال الثلجه. واحد شويه هو يدور بابا لعندي، في ديك الساعه نيت وانا نسبق بابا، وانا نقول لحمزه كب اتاي لبابا يشربوا، راه كيعجبو اتاي ديالي. وانا نوض مشيت لبيتي، باقي ما عرفتش كندير، نوصل ليه حمقني. المهم خرج بابا بغى يجيب شي وراق من الطوموبيل ديالو، انا فاش سمعت الباب تسدي حساب ليا خرجوا. مشيت للصالون نجمع الماعن، لقيت حمزه باقي. تصدمت، شفت فيه وشاف فيا، بقات عيني في عينيه شي 15 ثانيه تقريبا. صافي جمعت الماعن ورجعت للكوزينه. تبعني للكوزينه، حاول يتقرب مني، انا كنت نبعد منه وهو يقرب ليا. بقينا على ديك على داك الحاله، ولكن انا كنحاول نمنعو باش ما نفقدش السيطره على راسي ونصدقوا دايرين شي حاجه اللي ندموا عليها.
المهم قال لي دغيا دغيا كتبي لي نمرتك، وانا كنقول ليه سير بابا غير دروك يجي بابا يشوفك هنايا غادي يحسب ليا كنديرو شي حاجه. هو يقول لي كتبي نمرتك قبل ما نمشي، كتبتها ليه هو رجع للصالون. صافي بابا دخل، جمعوا شي شويه وبقاو جالسين واحد شويه وهما يخرجوا بزوج بيهم. وصل الليل صيفط ليه ميساج قلت ليه معايا حمزه، قال لي قلت ليه انا بنت رشيد صاحبك، صونا ليا وقال لي ضروري بغيت نشوفك. قلت ليه صعيب عليا انا ما كنخرجش، ما عندي كندير. دازت شي ايام وبابا سافر هو ماما الاكادير لواحد العرس ديال شي ناس من العائله. انا ما بغيتش نمشي معاهم حيت ما عنديش مع داكشي د العائله. صافي وفي نفس الوقت ما بغيتش نقولها لحمزه، خفت لا نحصير او لا توصل الهضره لبابا ولا يبداو الناس يهضروا فينا. المهم دازو ايام، واحد النهار مع 7 د العشيه سمعت دقان. قلت شكون غيكون في هذا الوقت؟ وانا نقول يمكن ماما وبابا رجعوا من السفر. صافي مشيت حليت الباب لقيتو حمزه. قال لي هاي للزين ديالي بوحدو وانا ما فراسيش. هو يقول لي واش كاين باباك؟ قلت ليه لا ما كاينش، يلا خرج، ولكن راه دابا غادي يرجع غير سير. هو يدفعني وسد الباب بالساروت بحال الدار دار وماشي دارنا. هو تلاح عليا زيرني مع الحيط وقال لي داركم ما غيجيوش لا اليوم لا غدا، راهم مسافرين، دويت مع باباك وعاود لي كلشي ومازال معطلين. المهم انا في هذيك اللقطه كنشم غير ريحته وغير الصوت ديال انفاسه اللي كنسمع. المهم بقينا على هكاك، هو صافي الطرفع وانا كثر منه، قرب ليا وقربت ليه، هو يجرني للصالون حيت هو اللي قريب لينا. صافي درنا داكشي اللي كيوقع بين اي زوج، بين المراه وراجلها. صافي غلطنا كما كنقولوا حنايا، وليت مراته بلا وراق بلا شرع بلا قانون. قضينا الغراض وسالينا. وقال لي شوفي ما تخافي ما حتى شي حاجه، انا كنعطيك عهد ديال راجل. المهم كان واعد قدام الله سبحانه وتعالى باللي راه غادي نديك وما غادي يديكش غيري، وانا عجبتيني من الاول وغتولي حلالي. عجبته وحمقته. المهم من اول نظره وقع بيناتنا شي حاجه اللي تجمعات بيناتنا من اول نظره. صافي قضينا هذاك الشيء، هذيك الليله كامله بقينا مع بعضياتنا. موراها ب4 ايام جاو دارنا موراها. صافي جا خطبني من بابا رفض في الاول وبقى عليه هو. المهم حتى ماما، حيت ماما كانت باغا تزوجني. صافي من بعد بابا وافق ودرنا عراسيه كي دايره وكي فاعله، حتى شي واحد ما دار في هذيك الحومه ديالنا. صافي تزوجنا، فرحت بزاف وحتى هو فرح الصراحه، وليت حلالو. حب من اول نظره، هو بغاني وانا بغيته، واخا غلطنا ولكن ما تخلاش عليا، بقى معايا. واحنا كنتسنى وليداتنا جايين في الطريق، توامى ان شاء الله اللي يجيبهم على خير بنيه وليد. صافي هذه هي قصتي اللي كنتمنى تعجبكم، وتخليو لي ارائكم في لي كومونتير، وما تنساوش لايك وابوني للقناه. وشكرا بزاف.